النهارده حصل معايا موقف غريب جدا، تعالوا احكي لكم عليه. الكلاينت اللي دايما كل ما نتصل بيه في اي مشروع جديد يقول انا عايز مشروع لقطه، انا عايز حاجه بلو ماركت برايس، انا عاوز حاجه ديستريس ديل. الكلاينت ده ما بيشتريش. جبت له يونت اقل من سعر السوق تقريبا 200,000. الكلاينت الاونر ايراني عنده مشكله، عاوز يبيع بسرعه، اهله محتاجين فلوس، حاجه زي كده يعني، الظروف بتاعت السيلر. قعد برضه يماطل فيا ويضيع في وقتي. تخيلوا مين اللي اشتراها؟ كلاينت تاني كان شاري مني نفس اليونت تقريبا من شهر او شهر ونص، وكان شاريها ماركت برايس، ويمكن كانت اغلى من الماركت برايس بس هو كان عاوزها. اشتراها تاني لانه عارف قيمتها، عارف يعمل لها الايفالويشن الصح، عارف انها بلو ماركت برايس، ما ضيعش الفرصه، اخدها على طول. هديكم مثال تاني. عندي فرصة في السوق دلوقتي، مشروع بيتباع أقل من سعر السوق تقريبا من 10 ل 15%، أقل من سعر السوق. مشروع دايركت على القناة المائية، برج خليفة فيو. أزيدكم من الشعر بيت، خطة الدفع بتاعته 3 سنين، وخد دي كمان ما بتدفعش 4% مصاريف تسجيل ولا كوميشن. فرصة زي دي مين هياخدها غير اللي فاهم استثمار، غير اللي عارف قيمة المشروع؟ لو محتاج فرصة زي دي اتصل عليا أو ابعت لي على الواتساب، وفالك طيب. مع السلامة.